السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. لو أول مرة بتتابعونا على القناة من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. إليكم نشرة أخبار مصر حوادث اليوم. بعد هزة اليوم رسائل تطمئن للمواطنين اطمئنوا واستكملوا نومكم. محاكمة سارة خليفة و27 متهمين آخرين بقضية المخدرات الكبرى. تخفيف النفقة أمام محكمة الأسرة متى يحق الزوج طلبها. أمن القليوبية يكشف جهوده لكشف الملابسات. العثور على جثة شخص متحللة بكفر الشيخ. وزارة الصحة توضح إرشادات صحية هامة للتعامل مع الهزات الأرضية. نظر محكمة بعد استئناف المتهمين بالاتجار في المخدرات وغسل أموالهم على حكم سجنهم اليوم. نظر محكمة اعترافات المتهمين في مشاجرة أكتوبر خلال خلافات الجيرة ولهو الأطفال والسبب مصرع شاب طعنه على يد زوج ابنة خالته بشبرا الخيمة. المؤبد لخفير شرع في قتل زوجته بسلاح أبيض في العبور لشكه في سلوكها. تفاصيل التحقيقات مع المتهمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بسبب خلافات الصداقة. حبس عاطل 4 أيام بتهمة قتل صديقه في السلام. لبيان سبب الوفاة النيابة تطلب تقارير الصفة التشريحية لجثة عاطل السلام. اعتماد حركة لبيان وجود شبهة جنائية. النيابة تنتدب المعامل الجنائية لمعاينة حريق شقة عين شمس. إليكم التفاصيل. بعد هزة الأرضية اليوم رسائل تطمئن المواطنين اطمئنوا واستكملوا نومكم. تابعت اليوم السابع عبر التلفزيون المباشر تداعيات الهزة الأرضية التي شهدتها البلاد صباح اليوم، مستعرضة مستجدات الوضع الميداني والإجراءات المتخذة للتعامل مع الحدث. وشهدت التغطية توجيه عدة رسائل تطمئن المواطنين، حيث أكدت الجهات الرسمية عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الإصابات بشرية نتيجة الهزة، كما جرى استعراض خطوط الاتصال الساخنة وأرقام الطوارئ، وأبرزها رقم الهلال الأحمر المصري 15322 لتلقي البلاغات وتقديم الدعم والمساندة الميدانية. وعلى الهامش تابعت تداعيات سلطة تقارير الضوء على التاريخ الزلزالي لمصر، موضحا أن البلاد تتمتع بوضع تكنولوجي آمن مقارنة بمناطق أخرى أكثر عرضة للأنشطة الزلزالية العنيفة في العالم. تنشر السجلات التاريخية لأن مصر شهدت عبر تاريخها عددا من الهزات المتفاوتة الشديدة، كان من أبرزها في العصر الحديث زلزال كان عام 1992 الذي ضرب منطقة دهشور جنوب القاهرة وبلغت قوته 5.8 درجة ريختر وخلف خسائر مادية وبشرية واسعة في ذلك الوقت، بالإضافة إلى زلزال عام 1095 في خليج العقبة بشدة 7.3 والذي شعر به سكان معظم المحافظات. محاكمة سارة خليفة و27 متهمين آخرين بقضية المخدرات الكبرى. تنظر محاكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس غدا الثلاثاء محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة 27 متهمين آخرين عما نسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الإتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. سارة خليفة وتهم جديدة. وتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والإتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبق القانون المصري. وتواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات والذي يصل فيها للحبس 3 سنوات طبقا للمواد القانون المصري. يذكر النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 من الأشخاص إلى محاكمة جنايات القاهرة الجديدة لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والإتجار بالمواد المخدرة إلى جانب مكاشفات التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة. أمن القليوبية يكشف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة شخص متحللة بكفر الشيخ. تكشف الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة في هالة
حلل داخل أراضي زراعية بقرية الشقر تابعة لمركز شرطة كفر الشيخ، وجرى نقل الجثة لمستشفى كفر الشيخ التخصصي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق المختصة. وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطار من عمليات النجدة يفيد ورود بالغ بالعثور على جثة متحللة لشخص داخل أرض زراعية منطقة الشرق دائرة مركز شرطة كفر الشيخ. وانتقال فوري لرجال الأمن، بدأت التحريات وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود الجثة في حالة تحلل. جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ تحت تصرف جهات التحقيق، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات كلفت جهات المباحث بسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة. استئناف المتهمين. اعترافات المتهمين في مشاجرة أكتوبر وخلافات الجيرة ولهو الأطفال السبب. اعترف المتهمين أمام جهات التحقيق في الجيزة بارتكاب مشاجرة نشبت بينهما في إحدى المناطق مدينة 6 أكتوبر، مؤكدين أن خلافات الجيرة ولهو الأطفال كانت السبب وراء تطوير الخلاف إلى اعتداء متبادل، واستخدمت خلالها الأسلحة البيضاء والعصا الخشبية وتراشق الزجاجات. وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أنهم دخلوا في مشادة تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح وكدمات متفرقة قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتضبط المشاركين في الواقعة. فيديو متداول يكشف تفاصيل المشاجرة. كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها مجموعة من الأشخاص أثناء التشاجر واستخدام الأسلحة البيضاء، تبادل إلقاء الزجاجات في أحد الشوارع مدينة 6 أكتوبر. الفحص تبين الواقعة حدث في دائرة قسم شرطة 3 أكتوبر، ولم يتقدم أحد من أطراف بلاغ في حينها. كما كشفت التحريات أن المشاجرة وقعت بين طرف أول يضم شقيقين وأحد أبنائهما طرف ثاني مكون من 4 أشخاص، جميعهم يقومون بدائرة القسم المؤبد لخفير شرع في قتل زوجته بسلاح أبيض في العبور شكوا في سلوكها. قادت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الخامسة برئاسة المستشار راغب محمد راغب وعضوية المستشارين محمد فوزي الجبيري وأمير محمد عاصم وأحمد عبد القاهر زهو وأمينة سر محمد مهدي بالسجن المؤبد لغفير لاتهامه بالشروع في قتل زوجته أثر خلافات زوجية شكوا في سلوكها حين سدد لها عدة طعنات بسلاح أبيض سكين قاصدا إزهاق روحها، إلا أنه تم إنقاذها من الموت بعد إسعافها ونقلها للمستشفى بدائرة قسم ثاني العبور بمحافظة القليوبية. والنيابة توجه اتهام الشروع في القتل العمد المتهم تضمن أمر الإحالة الخاصة بالقضية رقم 1493 سنة 2026 جنايات قسم ثاني العبور، والمقيدة برقم 1391 لسنة 2026، كل جانبانها أن المتهم محمد سين ألف 42 سنة خفير مقيم بمركز أرمنت محافظة الأقصر لأنه عزم العزم. وبيانت النيابة على قتل زوجته المجني عليها هاجر عين ألف على خلفية خلافات زوجية سابقة وشكوا في سلوكها. سنيورات توجه التوك توكر بطة ضياء أمام جنح مستأنف. عاقبت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة التوك توكر المعروفة ببطة ضياء بالحبس 6 أشهر وتغريمها 100,000 جنيه بتهمة بث فيديوهات خادشة. وتوجد سنيورات تواجه المتهمة منها أمام محكمة جنح مستأنف، ومنها رفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة، قبول الاستئناف وتخفيف الحكم، قبول الاستئناف والقضاء ببراءة المتهمة. وجاءت حالة بطة ضياء إلى المحكمة أمام محكمة الجنح الاقتصادية بقرار من نيابة الشؤون الاقتصادية التي وجهت إليها اتهامات ببث محتوى خادش عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما شملت الاتهامات إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
وإدارة حساب إلكتروني استخدمها في نشر مقاطع فيديو تضمنت ألفاظا وعبارات خادشة للحياء وفق ما ورد بأوراق القضية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام.